اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. عسلام، مرحبا بكم. معكم الشيف سناء. اليوم ان شاء الله الطاجين الملسوقه التونسي على طريقتي، مميز مدلل، ان شاء الله يعجبكم ومشاهده طيبه. حطيت في طنجرتي تقريبا 400 غرام صدر دجاج، قصيتهم طروف صغيره، زدت معهم بصله صغيره مفرومه مع 5 فصوص ثوم مفرومين، فوحت بالملح بالفلفل الأسود، بالتابل بالكركم وشوية طماطم سائلة وفلفل أحمر. قليت الدجاج في الفحات هذوم الكل، وبعد زدت الماء ما يغطي الدجاج وخليت الصوص يطيب والدجاج يطيب. قصيت شوية بطاطا طروف صغيرة وفوحتها فلفل وكركم وقليتها. الدجاج طاب، فتفته وخلطته مع الصوص متاعه. طيبت 3 بيض وبرشتهم. قصيت شوية معدنوس وذبلتها شوحتها باش تبدا طرية في الحشوة متاع الطاجين الملسوقة. الجبن المتوفر عندكم حطوه، انا حطيت هنا مرحي والتوابع، شوية كبار ولا زيتون مقصوص. حطيت 4 بيض على الخليط. الخليط هنا يكون ثقيل شوي. دهنت 5 ورقات من الملسوقة بالزيت من الجهتين وحطيتهم فوق بعض، وهذه الطبقة الأولى. حطيت الطبقات الملسوقة في الطبق متاعي، وبعد حطيت عليه الحشو، وبعد زدت 5 ورقات أخرين من الملسوقة ومدهونين بالزيت. وفي الأخير زينت الطاجين الملسوقة بشوية أكاجو، هذه حاجة اختيارية على ذوقي أنا. حبيت يكون طاجين الملسوقة أغني وأكثر منفعة ومزيان. حطيت طاجين الملسوقة في الفور يكون ساخن مسبقا على درجة 170، تقريبا نص ساعة يكون حضر طاجين الملسوقة. نودكم ومنشهيكم طاجين ملسوقة تونسي مزيان برشا، كيما تشوفوا بنين برشا، تنجموا تودوا بها عائلتكم ولا ضيوفكم.